تسمع الاذان تقوم ما تصليش؟ ما ينفعش. فحديث شريف عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام، قال: لكل امر شرة وفترة. الفتور يعني الكسل. فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. لو مش عايزين نكسل عن الصلاة، في اسس ونقط كده لازم نمشي عليها. اول حاجة: لا تترك الصلاة ابدا. هتقول لي ازاي انا اصلا كسلان ان انا اقوم اصلي؟ تقول لي ما سيبش الصلاه ابدا. اقول لك اعتبر ان الصلاه دي موجوده فوق وحضرتك عايز توصل لها، ومفيش اي سلم ومفيش اي حاجه. هتعمل ايه؟ هترمي حبل وتبدا تطلع واحده واحده. جيت في نص الطريق تعبت، في منكم اللي هيسيب ويقع ويبقى راح خالص وهيبدا من اول الطريق، وفي البعض الاخر، هو ده بقى اللي انا قصدي عليه وعايزك تفهم انا بقول ايه، هيفضل ماسك، مش هيطلع تاني. خلاص ايده وجعته فمش هيطلع، هيفضل ماسك، ياخد نفس